في هذا الفيديو حنشوفوا اهم 3 قواعد في التكوين اللي راح يخليو لي فوتو تاعك بزاف بروفيسيونيل. تسمى عزيزي الفوتوغراف ما تراطيش لي زانفورماسيون اللي جايين، ابوني سيفي لا فيديو وتبع معايا. القاعده الاولى، اي صوره تحسها مريحه للعين ومتناسقه اعرف بلي تخدم بالقاعده تاع التوازن ولا بالون. فهذه القاعده تقدر تطبقها في القواعد الكل وديرها برينسيپ تاعك في لا فوتوغرافي. تسمى غير كي تبغي تخدم سي لو ماكسيموم توزع العناصر تاعك بطريقه متناسقه وتملا الفراغات باش تكون الصوره اكثر احترافيه. القاعده الثانيه، خطوط التوجيه ولا ليدينغ لاين. تفهمني مليح، الصوره اللي عندنا لو كان لاحظتوا عينك مباشره راحت للشخص اللي راه في اخر الصوره، لانه بطريقه غير مباشره الخطوط اللي كانوا في الصوره هما اللي وجهوا لك عينك للشخص هذا، ويقدروا يكونوا خطوط غير مستقيمه نورمال. القاعده الثالثه اللي هي التاطير، اللي انا اون بيرسون شتي نخدم بها بزاف، لانه تعتمد على تخدم باطار يعزل لك العنصر الاساسي نتاعك. دير اطار تاعك باب ولا طاقه، المهم يكون شكل مستطيل دائري باي طريقه ممكنه. في هذه لا فوتو اللي خدمتها درت الاطار تاعي دائري بوكس اليمنت، خليته بارز في وسط الحيز تاعنا. وكاين قاعده ولا زوج وما نقدرش نبقى نقول عليهم قواعد، مجرد توجيهات تخدم بهم تساعدك في العمل تاعك باش يكون اكثر احترافيه. ابوني وما تراطيش لي زانفورماسيون اللي راهم جايين بربي ان شاء الله.